اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده بنتكلم عن الملك بسوسنس الاول اللي بيعتبر من ثالث ملوك الاسره ال21. هنتكلم بشيء من التفصيل عن مده حكمه وعن مقبرته. اولا هو معروف بالملك الفضي نظرا لان التابوت بتاعه زي ما احنا شايفين كده لونه فضي، ولو رحنا وشفناه على الطبيعه في المتحف المصري هو قطعة روعة جدا على فكرة. بالنسبة لمدة حكمه لم يعرف بدقة مدة حكمه لأن كان هناك آراء مختلفة جدا في الموضوع ده. فقال مانيتون إن مدة حكمه ربما تكون من 41 أو 46 عام، لكن بتعدد الآراء وصلنا لأدق مدة حكم ممكن تكون هي الأدق أو الأصح، لتكون 51 سنة، وهي الأكثر تطابقا لبعض التواريخ المجهولة. بالنسبة لمقبرته فقد عثر العالم الأثري بيير مونتيه على مقبرة الملك كاملة تقريبا في تانيس سنة 1940، ومقبرته كانت رائعة بنقوشها غنية بأثاثها اللي بيشير إلى رقي الفن وجماله في الفترة دي، واللي كانت بتتكون من دهليز وردها وثلاث قاعات، ووجد في إحداهما التابوت. كما تم العثور على التوابيت الخاصة بالملك، وخاصة التابوت الخارجي والأوسط للملك بسوسنس، وسبب موقعها وقربها بسبب إن هي قريبة من الأماكن الرطبة تلفت معظم القطع الخشبية. مع ذلك فقد تم العثور على قناع جنائزي للملك بحالة جيدة، مصنوع من الذهب الخالص والليزورد ومطعم بالزجاج الأبيض والأسود، والحاجبين تزين القناع الذهبي. لكن بفحص رفات الملك في سنة 1940 لقينا أن الأسنان الخاصة بالملك كانت سيئة للغاية، تكاد تكون كاملة التسوس. ولاحظنا أن الملك كان بيعاني من التهاب بالمفاصل واسع النطاق، وقد يكون عانى من شلل في سنوات حكمه الأخيرة. استطاع الملك بسوسنس الأول إن هو يوثق العلاقات الودية بين البيتين الحاكمين في تنيس وفي طيبة. ملحوظة صغيرة كده عشان نوضح التفاصيل أكتر، احنا بنقول بيتين حاكمين في تنيس وفي طيبة، ايه ده؟ يعني ملوك الأسرة ال21 كان بيحكمها حكام في الشمال وحكام في الجنوب، حكام في الشمال في تنيس وحكام في الجنوب بيحكمها في طيبة. حكام الجنوب بيعترفوا بسلطة حكام الشمال ان هم ليهم السيادة. استطاع بقى بسوسنس الأول ان هو بيوثق العلاقات الودية بين البيتين الحاكمين في تنيس وفي طيبة. ازاي؟ ان هو قام بتزويج ابنته ماعد كرع من اكبر اولاد الكاهن بعنخي اللي اسمه بانجم، ده طبعا كان حاكم على الجنوب، ده اللي خلف ابيه على وظيفة الكاهن الاكبر لامون. مش بس كده، ده اعلن نفسه كمان ملك على طيبة زي ما فعل حريحور قبل كده. بنى الملك بسوسنس في تنيس معبد لامون وموت وخنسو، وأقام سور ضخم حول معبد آمون طوله 300 متر وعرضه 200 متر. ده بيدل على إن عصر مستقر سياسيا بسبب طول مدة حكم الملك ومن الأعمال اللي قام بيها، وإن هو وثق العلاقات بين البيتين في شمال مصر وفي جنوب مصر. بالنسبة لنهاية حكم الملك فقامت في نهاية حكم الملك ثورة في طيبة، كان الغرض منها ان هم يحطوا بنجم على العرش، لكن الملك قضى على الثورة دي ونفى أنصارها لإحدى الواحات في الصحراء الغربية. كما كان هناك بعض الأثريين بيدعون ان الملك بسوسنس الأول متطابق مع بسوسنس الثاني، وان هما الاتنين ملك واحد، لكن الأمر ده غير وارد لأن بسوسنس الثاني معروف عصره بوضوح تام، فقد ميز مانيتون كل منهما وعصر كل ملك وتاريخه. طبعا الملك بتاعنا كان زي ما ذكرنا معروف بالملك الفضي نسبة ان التابوت بتاعه كان مصنوع من الفضة. لازم نروح ونشوفه على فكرة في المتحف المصري، قطعة روعة جدا. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، انتظروني الحلقة الجاية بملك جديد بحكاية جديدة. سلام.